كان بيحصل ايه؟ طب عشان ممكن تبقى مظلومه يعني. بص، هو مش سبب رئيسي، هي اسباب اتراكمت على بعض، وانا الضغط زاد عليا فقلت لا خلاص، تراكمات خلاص. يعني حاجات بقى كده 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 وصلتني الليفل اللي هو خلاص انا. تراكمات ممكن تنهي اي علاقه. طبعا لو الانسان اللي انت معاه يعني مش بيحاول يبذل مجهود اصلا ان هو يخليك موجود، ايه لازمتك؟ مش هينفع انت لوحدك تبذل مجهود. طبعا. طب انا يعني انا دلوقتي انا الواحد اللي ببذل مجهود، هي دورها ايه؟ مفيش سبب مقنع يخليني اكمل. انا شايف ان فكره ان انت تحب واحده ما بيبقاش ليها سبب. انت اتشديت للواحده دي وانت مش عارف هي ايه اصلا. بس اصل الحب هو اصلا انت بتحب انسان انت مش عارف انت بتحبه ليه، بس انت بتحبه مع ان هو بيغلط وبيعمل ويسوي ومش عارف ايه وبتاع، بس انت لسه بتحبه. هي قالت لي قبل ما تمشي انها مش عارف ايه هتقدرني، ولما ترجع تبقى زي ما هي ومش عارف ايه وبتاع. بس الحمد لله يعني كل ده طلع كليشيه، ومفيش من اول اسبوع ما شفتش حتى حرف منها انها اتبعت ليا حتى، فاهم؟ اول اسبوع سافرت. اه هي سافرت فين؟ المانيا. كان بقالكم كان قد ايه مع بعض؟ بص انا اعرفها من زمان، تمام. اعرفها من زمان قوي، يعني قعدنا مع بعض سكه 4 شهور مثلا ولا حاجه زي كده. انا كان من ناحيتي انا كنت عايز اكمل، كنت حاسس انها هي اللي مفيش غيرها، خلاص انا دماغي عايزه دي. بس للاسف يعني طلع دماغها هي اللي مش عايزاني. في حاجات كتيره غلط، كان في كذب في الموضوع فاهم، ما ارتحتش. بالظبط. في مره كنت بتكلم معاها عادي، طبعا بترد متاخر فمش مشكله، يعني كنت بقول لها مثلا صاحبتي القديمه كلمتني مثلا، تقول لي ايوه اعمل لك ايه يعني. قالت لي كده بالظبط، هل المفروض ان انا اعيط بقى واقعد اقول لك يا خساره ومش يا خساره ومش عارف ايه وبتاع واقعد اعيش لك الدور؟ قالت لي لا، مش هعمل كده. وانت اصلا كان ممكن يكون في نيتك بتقول كده عشان خاطر تحس ان هي غيران عليك فجأة. بص ما كانش كده، بس انا دايما بحس من جوايا اللي هو انا هتضايق لو انا ما قلتش اللي حصل، يعني عشان في الاول وفي الاخر طالما انت مثلا معايا فانا بقول لك كل حاجه بتحصل معايا ايه اللي بيجرى. يعني ممكن اعمل كده، ممكن اكمل، انا اللي خدت الستيب عامه مش هي، بس انا اللي شفت اللي هو ان انا خلاص انا كده هاجي على نفسي كتير. انا نسيتك وهان على قلبي نسيانك وفض بيه. انت عايز تقول لها حاجه بغض النظر عن انت بتتكلم عن ستوري حزينه في حياتك وانت بتاكل كوس ذره؟ الحب ولع في الذره يا ابني. مفيش رساله معينه عايز اقولها لها، بس يعني انا اتمنى انها تكون بخير ومبسوطه بحياتها. انا كده كده يعني انا وهي نعرف بعض من زمان، وهي لو يعني عايزه اي حاجه انا يعتبر اخ بالنسبه لها، خلاص مش حاجه. ممكن ترجع لها تاني؟ لا، انا ما اجيش على نفسي تاني بسبب حاجه زي كده بصراحه. حتى لو هي رجعت وقالت لك انا هتغير مثلا؟ الطبق اللي بيتكسر ما بيعرفش يرجع يتصلح. غلطة عمري وحياتي في يوم ما دخلت في حياتي، خلاص انا عدت حساباتي. عرفت ترتبط بعديها؟ كان في اعجاب بس ما دوستش يعني بصراحه. حسيت اللي هو ان انا مش فاضي للكلام ده دلوقتي. حسيت انك مش فاضي ولا حسيت انك خايف فبتقول مش فاضي؟ مش حكايه خايف، بس انا فعلا مش فاضي. يعني انا واحد عايز يركز في طريقه، مش هيفضى دلوقتي للاجواء بتاعت الصحوبيه ولا انا بقى خلاص ههتم بواحده. انا بصراحه شايف ان من بعدها ممكن تكون مش هعرف ادي حد اهتمام زياده نفس اللي انا اديته لها بصراحه. انت قلت بقى انك بتغني، ما انا هخليك تغني كده كده. اهلا بالعوده، عمري ما كانت الكتره في العادي بتغلب الجوده، بتغلب الايه يا لو فيك النفس وانا وعدك مش هتسندل. شباب بتقع من على البيت عشان ركابهم مش بتهندل، كلها بتشحت رك ساعه يابا على الحديده. وفي التجمع وانا اصلي من مصر الجديده، الدنيا لفت زي الارض من غير النجوم، محدش فيهم بيقوم ولا حد فيهم بيصون. صوتي يهز جبل، صوت زئير بيهز هبل، كانش عندي اي امل حتى احب في عين الجمل. قريب صورتي على الحيطان، راكب موجة والطوفان، قريب هكتب فرمان هي على الهادي بسحب جن. مفيش هنا رن ومفيش هنا فن، وكده شغل ضن. شفنا المر وكملنا في الكادر بنا، وحلمنا دقنا دموعنا الملحة مش بنجلي برضو سندلنا. هبعتلك بعدين عشان مزجتي واخدة وقتي، تتقمص وتزعل وعلى فلوسي سبقتي. دلوقتي ده وقتي، عشان دلوقتي ده وقتي، ده وقتي المر اللي وقتي، ده وقتي المر اللي وقتي. هي بغيت الكف البنزين، حد يقول لي دول مين؟ جناح في كل حته حتى لو قدامي الكمين، بيشيل الهم من همه وكاني شارب من دمه، والقفا طلع من فمه.
جامد جامد بجد. انت اللي وصلتيني لكده. هو قال لها حاجه قولها بس مش لازم اقولها. هبعت لك بعدين عشان مزيكتي واخده وقتي، تتقمص وتزعل وعلى فلوسي سبقتي، دلوقتي دوقتي عشان دلوقتي دوقتي المر لوقتي، دوقتي المر لوقتي. هي عايش. لو انت ارتبطت حبيت واحده اخرك تجيب لها كام جرام دهب؟ كام جرام دهب؟ والله هو مش هتفرق يعني، اللي هي عايزاه هجيبه لها. ليه حاسك كداب؟ هو مش كداب، بس اللي هو انا ما ببخلش على حد بحاجه، يعني دي طبيعتي، بس مش لدرجه الافوار اكيد يعني ما يقفرش يعني لحد كام؟ 100 جرام شغال؟ حسب اللي هي عايزاه. ما انا ما 100 جرام تمام معاك ولا؟ تمام. عارف 100 جرام ده كام صح؟ طبعا. يا ابني انت متاكد؟ يا جدعان سقفوا له بجد سقفوا. طيب خلاص موافق اللقاء ينزل؟ مفيش مشكله عادي، انا مسالم جدا مع الحاجات دي. اللقاء لو نزل ما ينفعش يتمسح؟ لا خلاص تمام مفيش مشكله. بنحط كوميكس وتريقه وكده فممكن عادي قشطة. عادي. فيك انك تستأذن اهلك او اي حد ممكن يعمل مشكله بسبب الفيديو ده قبل ما ننزله، بس لو نزل خلاص. لا عادي.